سؤال من الأستاذ عادل رسلان بيقول: يا هندسة أنا زارع فول واللي عندي الورقة مكعمشة، أرش إيه؟ مكعمشة، مكرتعة، مفيرصة. إيه السبب للحاجات ديت اللي وصل الفول للمرحلة دي؟ 3 حاجات: الذبابة والمن والحلم الدودي، وضيف عليهم صناعات الأنفاق. فهنشتغل عليهم رش حشري. ترش حشري أي حاجة، مثلا أسيتام برايد، أميدا كلوبرايد، سايموكسام، لمبادات، ألفا سبرا مسرين. ده يشتغل على المن والذبابة والإيه؟ الذبابة والمن. حلم الدودي هنضيف معاهم حاجة أكاروسة شوية، بمكتين 1.8، كلوروفونايبر مثلا، زي مثلا الشرنجر. تمام. برضو نشتغل على حاجه للدوده، مثلا نضيف بروكليمات مثلا، حاجات زي كده. مكتين بنزود 5/10. ممكن نضيف كلورا بروفيوز، بالفينوفوس، حاجات من دي يعني. وهنشتغل معاك كويس خالص، هتظبط لك الدنيا. يبقى وقف المسبب المرضي معاك اللي هم الذبابه والمن والجسد والحلم الدودي وصناعات الانفاق ودوده الحسد. الحاجات دي كلها تشتغل عليها حشري، بالاضافه ان انت تشتغل عليه رش مغذيات عشان يفك معاك الكرمشه والكعمشه دي. فترش مثلا حاجه فيها احماض امينيه كويسه، شويه عناصر مثلا كبرى مع عناصر صغرى، ودخل معاهم حاجه سيتوكاينين، هيظبط لك الدنيا خالص. ولو ضفت معاهم شويه فولفيك هيروجوا لك الدنيا تمام. يا رب اكون افدتك، ولو استفدت حاجه يا ريت مشاركه الفيديو ومتابعه ودعوه حلوه. السلام عليكم.